السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ من قناتي بحييكم ولكم مني مليون تحية. ويلا نصلي على النبي، كل من له نبي صلى عليه وصلى وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل حاجة برضه من مخبوزات الافران كده، سهلة وسريعة. طبعا كل ما هو زي ما قلت لكم قبل كده في المحلات او اتباع بيبقى اسرع طريقة. اول حاجة زي ما انتم شايفين كده، حطيت كيس خميرة فورية، ممكن يبقى كيسين لان احنا هنعمل كيلو دقيق، واحنا عشان في السقعة ممكن تزودي نسبة الخميرة. انا عملت كيس في نص كوباية مية دافية، باكد دافية. حطيت عليها نص كوباية سكر عشان المخبوزات اللي معانا هتبقى فيها سكر شوية. يبقى نص كوباية مية دافية عليها كيس خميرة فورية، عليها نص كوباية سكر، عليها 3 معالق كركم، ويا ريت لو في شعرة زعفران باودر. تمام. حطيت برضو وسبت بقى الخميره تخمر كده. وبعدين في البوله اللي انتوا شايفينها دي حطيت كيلو دقيق، انا هعمل كيلو دقيق. حطيت كيس بودر، وحطيت شعره ملح، يعني شعره ملح بس مع كيس البودر. حطيت نص كوبايه زيت. طبعا كيلو الدقيق ما بياخدش معانا غير ايه نص كوبايه زيت. والكوبايه التانية دي حطيت نص كوبايه ميه دافيه وبدات اعجن. دوت كمية كيلو الدقيق. برضو المية الدافية وانا بضيفها بحط ايه برضو كركم كده او شعرة زعفران باودر. زي ما انتم شايفين كده المية بتبقى مصفرة. هنعمل ايه؟ هنعمل مخبوزات من بتاعة الافران، الفيش اللي هو السريع بتاع الافران. طبعا الفيش الصعيدي له خميرة خاصة اللي هي بالسمسم وبالحمص وبالحلبة والفول. يعني دي طريقة بتاخد تخمير 3 4 ايام. الخميرة دي ما تبقاش خميرة فورية اصلا. بيخمروا الحمص وبيخمروا السمسم المطحون، بتبقى الحاجات مطحونه، والفول مدشوش، والحلبه الحصى دي بيطحنوها ويعملوا بيه. لكن في الافران مش هيعملوا الحاجات اللي بتاخد وقت دي، فبيعملوها باسرع طريقه اللي هي الخميره الفوريه زي ما انتوا شفتوا كده. وكده كنت لميت عجينتي بقى يعني نعمتها خالص. خدت يجي 10 دقايق لربع ساعه عجن، لحد ما بقت طريه معايا كده ملبن زي ما انتوا شايفين. وكل ما تحتاج ميه بضيف لها لحد ما نوصل للقوام ده وايدي تنضف كده. حطيت نقطه زيت على الوش وهغطيها واسيبها تخمر. دي كميه كيلو دقيق. غطيتها زي ما انتم شايفين كده، وهسيبها بقى ساعة ساعة ونص. طبعا في الساعة الخميرة بتتأخر شوية. ادت الفرن دفته ودخلتها جوه الفرن لحد ما خمرت ووصلت اللي انتوا شايفينه ده. شايفين الخميرة رفعت معايا بقت بالشكل ده. هوريكم بص الخميرة كده عجينتي ناجحة والخميرة بتاعتها ناجحة وقوامها بص ملبن وجميل. في الفرد هتبقى معايا زي الفل وخمرانة وحلوة. قطعت الكيلو الدقيق 4 كرات، ممكن تعمليها 2 لو انت عايزة حجم الفايش كبير. يعني هتشوفي دلوقتي حجم الفايش متوسطة وحلو. انا عملتهم 4 كرات لان الكرة عشان اعرف افردها. وهتشوفي الطريقة معايا دلوقتي. ممكن تعملي زي ما بقولك تعمليه 2. يعني ايه لو عايزة حجم الفايش او قطعة الفايش في الاخر تبقى كبيرة من البداية، كبري الرول اللي هتعمليه. انا هعملها بطريقة الرول، مش هعمل الطريقة اللي هي بتاعة الصاج المفروشة دي. هو له طريقتين، يعني طريقة الصاج او الرول، بس انا حبيت الطريقة ديت بصراحة. هتديكي نتيجة احلى واسهل، والطريقة سريعة برضو مش صعبة. هقطعه كده وبعدين يعني زي بعد ما قطعت كرات كده، كل كرة هفردها زي ما انتم شايفين كده على شعر الدقيق بالنشابة او بالمردانة او بالرول كده. وبعدين بفردها حوالي سنتي، وبخليها يا ريت تبقى مستطيلة مش مدورة. يا ريت تبقى مستطيلة مش مربعة كمان. يعني ايه الطويلة لها طول ولها عرض، والطول اكبر من العرض. وبعدين نفرد زي ما انتم شايفين كده لحد ما سمكها يبقى نص سنتي، ونبدأ نلفها رول. بص الرول تبدأي تلفيها كده زي ما تكوني بتعملي عيش فينو، بس العيش الفينو الكبير بقى. هتشوفي دلوقتي حجم الرول قد ايه، وما يخمر هيبقى قد ايه كده. وبقى الحرف بقى برضه بمسكه كده وبملكه وبخليها قطعة واحدة. طبعا الرول ده عشان يديكي لفات جوه وتدي في الخمر، بتديكي علو وبتبقى خمرانة وحلو. وبرضه بقفل الاطراف وهنسيبها تخمر. ده اول رول عملته، وهعمل التانية والتالتة والرابعة. زي ما قلت لكم انا عملت كيلو الدقيق 4 كرات، يعني هيعمل 4 رولات زي ما انتم شايفينهم كده. دي كانت التانية برضه. بصي بلم الحرف وبقفله كويس. انا قلت اعمله لان الاولانيه الدقيقه كان مداريها شويه، قلت عشان ابين لكم الخطوه ديت. الحراف لازم تتلم وتتقفل كويس بعد ما نرول الرول كده. دي كانت اخر واحده بقى عملتها، فردتها برضه اهو نص سنتي. وبعدين بنلفها رول زي ما انتم شايفين كده، واحاول اخليها مستطيل زي ما انتم شايفين كده، وبعدلها. وبعدين بقفل الحرف وبقفل الجناب برضه اهو. بص بلم ازاي. طبعا كل خطوة ما بتسيبيها ترتاح بتفرد معاكي وبتريحك في العمايل.
يعني. لكن تعملي على طول على طول الحاجه ايه ما بتديكيش، او برضو بتشد معاكي شويه. لكن لما بتريح يعني تقطعي وتسيبها شويه، تفردي وتسيبها شويه كده، كل خطوه تديها إيه وقتها. كده جبت الصينيه بتاعتي بقى، ما لقيت الرولات صغيره جبت صينيه دهنتها زيت، وهحط الاربع رولات جنب بعض، بس مش جنب بعض يعني مع بعض، واسيب مسافات كده لان هيخمروا في علو وفي في الجناب. فالصينيه دي كانت حلوه او مناسبه ليهم. كده هسيبهم برضو يجي ساعه كده، نص ساعه يخمروا. هغطيها برضو كده واسيبها تخمر، وهقيد الفرن بقى على اوطى حاجه خالص عشان الفرن يسخن معايا قبل ما هما يدفوا كده ويخمروا معايا. بص انا غطيتها بالبلاستيك والفوطه وصينيه كمان. بصي عليوا بقى وتخنوا من الجناب كده. كنت عندي حبة لبن، وحطيت عليهم برضو حبة زيت، ودهنت بهم الرول بتاعي. الخطوة دي ممكن ما تعمليهاش، انا حطيتهم عشان عايزة احط سمسم عليه. افرضي انت مش عايزاه بسمسم، عايزاه ساده كده، سيبيه ساده وما تحطيش لا لبن ولا زيت ولا اي حاجة. انا حطيت لبن وزيت، وبعدين هقوم رشه سمسم من على الوش كده. ومش لازم السمسم يبقى محمص، هو هيتحمص في الفرن دلوقتي. تمام، انا ما كنتش محمصاه، هو يتحمص ويقرقش ويبقى زي الفل مع السوا دلوقتي لان هو على الوش. دخلته الفرن بقى، طبعا الفرن سخن على حرارة 200 استوى. بصي السوا من فوق ومن تحت خطير كده، يعتبر عيش فينو، بس العيش الفينو بقى الكبير دوت. برضه دي نفس طريقة العيش الفينو، بس ما بتبقاش فيها كركم ولا زعفران. كده استوى، هسيبه بقى يبرد خالص، لازم يبرد تماما، وبعدين هنقطعه. كل خطوة ماشية معاك. بصوا الخمر بتاعه رفع معايا وأعرض، والسوا عامل ازاي تحفة بصراحة. وطبعا الارضيه جميله زي ما بوريكم كده. هقطعه بقى بعد ما برد، سبته برد خالص. لازم يبرد، كل ما يبرد بيديكي نتيجه احسن. بصوا حاولي بقى ترفعي او تخليها وسطانيه عشان هتتحمص في خطوه لسه، يعني ما تستعجليش. شايفه بوريكي الخمر من جوه، بوريكي شكله عامل ازاي. بصي يعني خمرانه وجميله. انا الصراحه عجبني كده، يعني سمك القطعه وطولها. انت عايزاها كبيره زي ما بقولك اعملي من البدايه قرطين، يعني لو عايزاها تبقى اكبر من كده واعلى من كده. هبدا ارصها في الصاج بقى من غير اي حاجه، والفرن طبعا على اوطى حاجه. هقيد الفرن بس من تحت، لكن التسويه الاولانيه كنت قايده من تحت ومن فوق. لكن في التحميص هنقيد من تحت بس، ده التسويق يعني في فرن البوتاجاز. هحطه بس من تحت وهقلب بقى واحمص. انا كده دخلته الفرن وبقلب بقى ومن تحت ومن فوق، وارجع اقلب واقلب لحد ما اوصل للتحميص وينشف معايا خالص. تضربيه في بعضه كده تلاقيه ناشف. متحمص يعني ناشف كده اهو، بضربه لكم في بعضه انه ناشف. وكده كانت اخر حاجه معايا بقى. وطبعا بيبقى على اهدى حاجه على حراره 170 بالكتير 180 ومن تحت بس. وكده كان الفايش بتاعي بطريقة الأفران، بأسرع حاجة ممكن تعمليها مع حاجة مع شاي بقى، مع السقسقة كده في الشتاء. وطبعا في الأجازة وعيالنا قعدوا من المدارس، يلا وبالهنا وبالشفا. وما تنسوش تدعموني بلايك، واللي بيشوفني لأول مرة كده يخش ويشترك في القناة. بوريكم الخمر عامل ازاي، شايفين شكله، شايفين التحميص بتاعه تحفة. طبعا التحميص زي ما قلت لكم من تحت بس، بيقطم ازاي بيكسر كده. بالهنا وبالشفا ليكم كلكم، وتعيشوا وتعملوا. ما تنسوش اللايك فيش تسلم ايدك يا موحة بقى. شايفين الجمال، شايفين الحلاوة مع الشاي بقى. وكده اقول لكم استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.